السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اهلا بيكم في يوم جديد وروتين جديد. حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة لو انت مش مشتركة. يلا بقى كده صباح جديد، صباح جميل عليكم بإذن الله. النهاردة بقى كده ايه، وديت بنتي المدرسة وانا راجعة بقى رحنا فطرنا انا وبنتي التانية. بس كده بعد ما رجعت شغلت بقى القرآن، ده لازم كده القرآن بحب اشغله على الصبح كده. وقلنا بقى نفطر كده انا وبنتي كده، فطرنا وبعد كده دخلت على طول اشوف بقى ورايا ايه. دخلت على اوضه النوم. بصوا كل مره اوضه النوم تتكركب كده، فدخلت عليها كده قلت بقى ايه هروقها كده والم اللي عليها كده، واطبق البطانيه واطبق بطانيه ابني وكده واديها ترويقه حلوه واكنسها. بصوا كل حاجه، بصوا بقت زي الفل. بقت شمعه منوره. ايه رايكم؟ عسل مش كده؟ روقتها كده وظبطتها والحمد لله. نخش بقى نشوف ايه اللي ورانا بعد كده عشان خاطر ايه نبدأ يومنا كده ويومنا يخلص على طول ان شاء الله. والله بفضل اذاكر واروق واعمل اكل. بصوا حاجه ما اقولكمش، يعني ربنا يعيننا ويعين كل ام بمعنى اصح يعني. دخلت على اوضه الاطفال بقى زي ما انتم شايفين كده، برضو كذلك هطبق البطاطين وهروقها. انا كنت عايزه افرد البطاطين في الشمس بس ان انا عندي غسيل فما طلعتهاش. قلت بقى يوم تاني ما يكونش عندي غسيل. والله الغسيل اصلا بتاع الشتا ده على طول ما بنخلصش منه. بجد ربنا يعيننا يعني في الغسيل ده. وخلصتها يا رخرة ودخلت بقى على الصالة كده. قلت برضو اكنسها كده وانفضها، هي نظيفة ما فيهاش حاجة. نفضتها كده ولميت اللي فيها اللي في الارض الازازة وكده وكنستها وخليتها برضو زي الفل. اهم حاجة تصحي من النوم كده تخش على كل حاجة تروقيها. ما تضمنيش ممكن حد يجيلك فجأة، ضيف يجيلك فجأة، تكون انت مرتبة. اي نعم كلنا معانا عيال وكلنا وعارفين ان العيال اصلا بتبهدل الدنيا، يعني ربنا يعيننا بجد يعني. تعملي هنا يبهدل هنا، تعملي هنا يبهدل هنا، بس الحمد لله ربنا يحفظهم يا رب ويخليهم. بس احنا ايه نحاول برضو ايه نعمل وراهم. انا بفضل والله ورا كل شويه ورا عيالي، اشيل ده واعمل ده، كل ما الاقي حاجه اشيل. ومعلمه عيالي ان هم برضو يعني كل حاجه يحطوها مكانها. بس تبقى تلاقي بقى ورقه من هنا، تلاقي لعبه صغيره. الالعاب الصغيره دي بتجنني بتعفرتني. بجد والله العظيم. فباخد لعبه من هنا واخد ده من هنا واخد ده من هنا واروح ايه ارميهم على طول. اخد ده معايا ابني الصغير. بص يا دوبك ابتدى يمشي مش بص مش هيطني بجد، مجنني كده خالص. فانا بقى ايه بفضل الم ده والم ده والم. انتوا عارفين بقى الاطفال الصغار ده، انا رابطه المطبخ بتاعي ب... بحته شريطه. والله العظيم صح. حطاهم على بعضهم كده وربطه الاطراف عشان بيقعد يطلع المواعين كلها. كل ما رصها يطلعها لي ويعملها لي طلع لي. ده انا حمدت ربنا بجد والله، حمدت ربنا يعني ان انا ما عنديش اوضه نوم او اوضه اطفال اللي هي الجرار دي. انا اسمع ناس كتيره كانت تشتكي عيالهم يفتحوا الاوضه ويطلعوا ويقلبوا الدنيا فوق تحت، يعني يفتحوا. الحمد لله انا راضيه بقليلي والحمد لله ان انا اوضه الاطفال بتاعتي واوضه النوم بتاعتي دولاب عادي يعني مش جرار. انا كان نفسي في الجرار والله، بس الحمد لله الظروف ما قدرتناش ان احنا ايه نعمل جرار. ربنا يكرمنا ونعمل. فالحمد لله يعني دلوقتي قلت يا ريت ما عملت. لما بشوف ناس كتيره والله بقول يا ريت ان انا ما عملتش جرار. هنا بقى بوريكم ان انا جبت طلعت طماطم من الفريزر كده عشان عايزه اعمل اكل. والمواعين الله بجد تعبت المواعين. وهي مواعين ونشيل في مواعين نحط. هرص دول فوق بقى كده وهغسل دول. وكنا جايبين طماطم كده طماطم حلوه قوي 3 ب10 جميل قوي. اليومين دول اللي عايز يخزنها يا جماعه الطماطم حلوه وحمرا وحلوه. انا جبت 3 ب10. دول 3 كيلو ب10. قلت اقعد فيها بقى المستويه واقعد فيها دي كده يعني. وعندي هنا موز، جبنا موز وجبنا برتقان وجبنا شويه طلبات كده. والله ما فاكره الاسعار، بس الاسعار يعني هي الطماطم بس اللي رخيصه، كل حاجه غاليه حتى الفاكهه غاليه. بجد الفاكهه غاليه وكل حاجه غاليه. والخيار دوت مش عارفه والله انا بكام مش فاكره برضو، بس خيار طازه وجميل حلو قوي. عندي عيله اصلا بيعشقوا الخيار بيحبوا ياكلوه.
فمفيش مفيش حاجة غالية، مفيش حاجة رخيصة، كله غالي. وجبت هنا كرومبتين، فاكراهم بقى كرومبتين، جبت كرومبتين هنا. جبت واحدة ب10 وواحدة ب5 بالخضرة بتاعتهم. بس الخضرة بتاعتهم طازة ومروره وجميلة ازاي. فان شاء الله كده ايه سبتهم بره كده عشان نعملهم مع بعضنا ونسلقهم، نعمل اللي نعمله بقى ونشيل اللي نشيله في رمضان. انا بحاول اجيب اليومين دول كرنب رخيص اليومين دول. ممكن نديكي الواحده ب10 وفي الاتنين ب15 زي ما انت عايزه. يعني لو بياع كويس يعني. وعندي بسله هنا كده، قلت ايه ان انا برضه هقعد كده وافرزها. حاجات يعني على القد، يعني شويه شويه كده نجيب ونمشي امورنا. والحمد لله. هنعمل ايه بقى في الدنيا دي والغلا دي؟ الناس اللي كانت بتجيب الحاجة 2 كيلو 3 كيلو، خلاص كله بقى يجيب كيلو نص كيلو على القد. بس الواحد على القد ما يقدر والله. هو عشان خاطر الأطفال مش قادرين نحرم الأطفال من أي حاجة. ربنا يعيننا بجد في الغلاء اللي احنا فيه. هنا بقى شغلت الغسالة الأنتيكة بتاعتي ديت، غسالة رهيبة رهيبة بقى. بصوا والله ما على قد ما اقولكوا الغسالة دي تحفة. غسلتها شغلتها كده عشان اغسل هدوم عيالي بقى وهدومنا وكلنا. انا بعمل دورة للعيال ودورة هدومي انا وجوزي، لان عيالي بيبصوا بحط في هدوم كلور اساسا، بيبهدلوا الهدوم معايا. بس ذات ابن الصغير ده ياكل مصاصة يدعك لي الدنيا، وياكل ده يدعك لي يبهدل الدنيا. هنا انا هعبي الطش دوت كده، هعبيه ميه عشان خاطر ايه اشطف فيها الهدوم. حطيت هنا ميه وحطيت معطر معاها بيدي ريحه حلوه للهدوم. وانا عامه اساسا بستخدم اوكسي ده جميل قوي للهدوم، بيخليها معطره كده، بيخليها جميله جدا. فهنا بقى هنخلص بقى الغسيل. شوفوا في عز البرد بقى غسلت بقى والجو كان تلج. بس عارفه لما تقومي وبتشتغلي وبتنشطي كده خلاص بتنسي البرد بجد والله. لما جيت قعدت بقى حسيت نفسي ايه نسقعت على طول بقى. رحت غيرت كده ورحت ايه كلفت نفسي تمام بقى بشراباتي بطرحتي بكله وكلفت نفسي كلفتة حلوه. هنا كده الحمام بوريكم بس الهدوم اللي نشرتها واللي لسه ما نشرتهاش. انا عندي المنشر عندي صغير مش بيكفي الهدوم كتيره جدا. انا الغساله دي بتريحني، بتشيل معايا هدوم كتيره الصراحه. فبوريكم الحمام بقى كده بعد ما خلصت. عايز يتغسل بقى غسله محترمه كده بالكلور بقى والاريال اللي يتظبط تبقى زي الفل. هخلص كده وهديله غسله محترمه. بصوا هنا كنت غسلته، في فرق طبعا شاسع يا جدعان السيراميك بقى يلمع. ان شاء الله باذن الله الروتينات الجايه باذن الله نشتغل بقى في تنظيفات رمضان عشان ما نزنقش على نفسنا، ونمسك كل حاجه حاجه كده. بصوا من الف للياء على طول، من يعني حاجه حاجه كده نمسكها من الف للياء. تمام تمام. بعد كده دخلت بقى قلنا هنشوف عايزه اعمل غدا. طلعت بقى اللي عندي، كان في بواقي اكل طلعتهم اكلت العيال. وانا طلعت لي رنجه كده كانت نفسي فيها الصراحه، رحت طلعتها كده وقلت ايه ما اعمل رنجه. وشايفين بقى كميه المعين، والله انا تعبت المعين. هنا جبتي ما اعرفش والله نبي ده ربع ولا ايه ده. جبتي الطحينه الطبق دوت ب25 جنيه الطبق ده. بفكر ان انا اعملها في البيت الصراحه. اجيب سمسم واجيب بس هو المشكله الزيت، المشكله معانا الزيت يا جماعه. الزيت عاملها معانا وربنا يعيننا بجد. الاسعار صعبه صعبه صعبه. ان شاء الله لو ربنا كرمنا باذن الله نجيب زيت واجيب طحينه كوبايه سمسم ونعملها. بتبقى بصوا جميله في البيت، احسن واوفر وانضف طبعا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. ما تنسوش يا جماعه تصلوا على النبي. لو عجبكم الفيديو بجد بجد يعني حطوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتي. واللي مش مشترك يا ريت يشترك، لان بشوف تفاعل على الفيديوهات، بس الناس مش مشتركه مش عارفه ليه. هل محتوايا مش كويس؟ ان شاء الله اقدم لكم محتوى كويس ويعجبكم باذن الله.